وتعالوا معايا النهارده هنعمل فكره. انا عندي الطواجن دي نفسي اجربها زي الفلاحين لما بيحطوا الطاجن في الفرن ويسخنوه ويحطوا فيه لبن ويعملوها. فتعالوا نجرب الفكره ديت، ويا نجحت يا فشلت. وقبل ما نبتدي الوصفه بتاعتنا، اللي اول مره بيشوفني انا اسمي سام، واشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكم الفيديو فاشل او ناجح، لايك وشير، ويلا بينا. وتعالوا معايا دلوقتي 2 طاجن اللي هما بتوع فرن. فانا هحطهم الاول في الفرن يسخنوا، ومعانا جركن لبن. وطبعا اللبن هنا ما بيبقاش دسم زي اللبن بتاع مصر، فانا هجيب اللي هو هيفي ويبنج كريم ده، وهنضيفه على اللبن ده. حطي زي ما انت عايزه، نص ربعه تحطيه بحاله، وممكن تعمليه من غير اللبن ده ندفيه مش نسخنه. وكده دفينا اللبن واخدنا شويه لبن اهو دافي. ده طبعا احنا حطينا نص علبه الهافي ويبنج كريم. وهناخد شويه زبادي، ادي معلقه، ادي 2 3 4 معالق زبادي، بس المعلقه كبيره قوي زي المغرفه، يعني خدنا نص علبه الزبادي الكبيره دي. كده دابت الزبادي، وهنضيفها على اللبن اللي في الحله، وهننزل عليها الزبادي. لسه في حتت اهيت هندوبها برضو. وكده اللبن وعليه الزبادي والهيفي كريم جاهز. ونصب اللبن في الطواجن اللي هي سخنه عندنا طالعه من الفرن. هنغطيه ونحطه برضو في الفرن، والفرن دافي ومطفي. وادي الطاجن التاني برضو هنملاه. وده اللبن بتاعنا بعد تاني يوم، ده شكله. بصوا الجمال، بصوا حاجة كده ايه تحفة. ومعايا انا علبة كده انا مخرماها علشان تبقى مربعة اما احط فيها الجبنة. وهجيب صينية وحاجة عشان ارفع عليها دي، والشاش ينزل تحت كده اهيت. وهنبتدي ننزل الجبنة. هنستنى اما تصفى شوية وبعدين نحط الطاجن التالت، لان هما 3 طواجن. طبعا متشوقين تعرفوا النتيجة. طبعا انا ما حطيتش عليها تقل ولا حاجة، قلت هينزل منها الدسم كله، فسبتها كده. هي فشلت بس نجحت بشكل تاني. هي فشلت كجبنة قريش، ولكن نجحت كجبنة كريمي. جبنة كريمي حكاية حلوة جدا بجد، هتعجبكم. وطلع لنا كمية كبيرة جدا، شايفين قد ايه؟ اكتر من 2 كيلو وربع. شايفين هي تقيلة قوي. انا خدت منها حوالي نص باوند، استخدمته في حاجة اللي هو ربع كيلو يعني. ودولت وزنتهم طلعوا 2 كيلو، 2 كيلو وشوية يعني. بجد نتيجة مختلفة عن اللي انا عايزاه. انا كنت قصدي جبنة قريش، طلعت جبنة كريمي. انا بعمل الجبنة القريش في الحلة وبتطلع مظبوطة تمام، وموجودة عندكم على الفيسبوك وعلى اليوتيوب الجبنة القريش، وعملت منها كريمي. ولكن انا جبت لكم الكريمي اهي. ايه رأيكم بقى في الوصفة دي؟ مش بجد طعم وريحة